أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة ملخصات خيالية غير منطقية لبعض الأعمال الدرامية. هنتكلم النهاردة عن برومو مسلسل درش اللي من بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ وطارق الناهر ومحمد علي رزق، ومن تأليف محمود حجاج وإخراج أحمد خالد أمين. يلا بينا نشوف البرومو وبعد كده نرجع لكم تاني. طيب احنا فتح كلام كده، درش ما بيخافش. سودا ليه كبير يحكم في امره، اللي ما يجيش بالليل يجي بكسر العين. انا عايزك تدوس على وشي يا عد. انتوا ايه ما بتحسوش؟ انا اللي خسرت كل حاجه. يا واد خبيث على خبيث يشرس. لا بعد انت زودتيها قوي. انتوا مين اصلا؟ انتوا مين؟ تنسيت تاني ولا ايه؟ درش بتاع دلوقتي مش هو درش العتال بتاع زمان. مفيش بيع ولا شراء طول ما اللي اسمه درش ده حي. الشيخ وضع حي، الشيخ وضع حي. شميت نفسك دلوقتي عشان اللي كان كسر عينك غايب. حلو قوي، فاصل ونواصل. يعني انا مين دلوقتي؟ انا درش ولا جورج؟ ابد الذي في السماء. يا اختي انت سعيد ابو سن. الله، كنت بسأل على درش. ولا عماد؟ ايوه امال مين بقى؟ في ايه تاني؟ محمد ولا سامح؟ كل يوم الاقي واحده ست داخله عليا تقولي ده جوزي. حاجه تلخبط. انا واحده فيهم هم كتير. كنت متجوز عليه. الغباوه دي يا دي. انا عايزه عماد جوزي. ما شاء الله. تعرفتيش ازاي؟ مراته ازاي يعني؟ علاقة توكسيك. انا هعمل له زار. ايه؟ اسفين على المقاطعة. تكونش الاسكندر الاكبر. الله، الناس هنا مش كلهم طيبين. تعبت بجد من اللي انا فيه، والف حكايه جوايا، بقيت واحد ومشكوك فيه، بريء وتهمته جنايه. انا حزنك على اولادي. انفخ يابا في النار اللي هتحرق في السوق. خازن ايد نار. ناوي على ايه؟ سيبها لله ثم العبد لله. حق بنت ده لو ما طلعش درش تبقى نصيبه. العين بالعين والسن بالسن والبادي يشيل شيلته. بيبدأ البرومو بمشهد لمنطقة شعبية اللي باين جدا إن المسلسل هيكون في طابع شعبي بسيط، الفئة اللي مصطفى شعبان بيفضلها في أغلب أعماله. وبنفهم سريعا إن مصطفى شعبان طالع بدور واحد اسمه درش وبيشتغل في التجارة، وهنعرف في إيه بالظبط من أحداث المسلسل. بيظهر الفنان رياض الخولي اللي وجوده فعلا إضافة لأي عمل، اللي باين إن أبو درش أو عمه أو المعلم بتاعه، وباين جدا ان في صله قرابه قويه بينهم. واخيرا بعد طول انتظار بنشوف نضال الشافعي اللي انا بشوفه فعلا ممثل رهيب ومتمكن لاقصى درجه. بنسمع بعد كده الناس بتقول لدرش انت لسه ناسي، انت لسه ما افتكرتش. فحاسس كده ان الموضوع فيه زهايمر، اللي لو طلعت كده فعلا ممكن تكون منطقه كويسه جدا لمصطفى شعبان ومختلفه كمان عليه. عندي خيال جه في بالي برضه ان ممكن يكون عنده انفصام في الشخصيه، ودي فعلا هتكون اقوى من الزهايمر بكتير، لان احنا شايفين في التريلر مصطفى شعبان باكتر من شكل، مرة شيخ ومرة شاب روش ومرة شاب مهندم. فأنا شاكك إن في انفصام في الموضوع، لأنه بيقولوا هو درش ولا جورج ولا إيه بالظبط. شكل الموضوع كبير يا جدعان. لفت نظري طبعا وجود الشاطرة سهر الصايغ اللي خلاص بقت ملازمة لمصطفى شعبان في كل أعماله. الحقيقة هي فعلا ممثلة شاطرة جدا لو ما كانتش الأفضل في جيلها. وبنشوف ستات كتير بيقولوا إن جوزهم كلهم، فشكله كده في كل شخصية بيجسدها بيكون متجوز واحدة شكل. وهنشوف نسخة جديدة من الزوجة الرابعة ولا إيه؟ أتمنى إن ده ما يحصلش، لاني ما بحبش المسلسل ده خالص. ما علينا. حاسس ان في جزء من الموضوع هيكون له علاقه بالجانب الصوفي اللي مصطفى شعبان بيحبها وجسده في مسلسل مولانا العاشق. وجود البحر الكتير في بعض المشاهد في التريلر مديني حق ان المسلسل ممكن يكون احداثه في مدينه ساحليه، وحاسس انها هتكون السويس او الاسماعيليه، مش عارف ليه. طبعا اللقطه دي انا مش هتكلم عليها وهعمل نفسي مش واخد بالي منها، لاننا في الجرافيكس ما شاء الله ما عندناش يما ارحميني. بس ماشي يا سيدي، في النهايه انا مش حاسس ان المسلسل ده
هينافس في الموسم الرمضاني اللي هنكون معاكم فيه يوميا، وهنغطي فيه جميع حلقات المسلسلات عشان ما نضيعش وقتك في الشهر الكريم. لو عجبتك الحلقة يا ريت تعمل لايك وكومنت واشتراك للقناة. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة من شرح مفصل.